ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم ياسمين باتيس. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم تحلية بسيطة وسهلة كتجي رائعة ومشبعة، غادي تعتمدوها إن شاء الله في رمضان. الله يدخلوا عليكم الصحة والعافية. تابعوا لا فيديو حتى الآخر باش تعرفوا على المكونات. بالنسبة للمكونات كنحتاجو أي نوعية ديال البسكويت كتفضلوا، المهم ما تكونش حلوة بزاف. انا استعملت هاد النوعيه. عندي نصف لتر ديال الحليب، دي ياغوت من نكهه ديال الجبنه اولا يمكن لكم تستعملوا اي جبن عندكم، ساشيه ديال الفانيلا، 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، 2 معالق كبار ديال النشا، و200 مليلتر ديال الكريم فريش. على بركه الله ندوزو لطريقه التحضير. غادي ناخدو الكاسرونه اللي فيها الحليب، غادي نوضعو فوقها النشا والسكر الفانيلا والسكر سنيدة، يعني غادي نخلطوهم كاملين في خطرة واحدة، وغادي نخلطو مزيان المكونات حتى يندمجوا ليا على البارد. ما تحطوهمش نيشان في السخون باش ما يتكتلش لكم النشا. صافي غادي نحطو فوق البوطه حتى يختار ليا. من بعد ما اختار كما كتشوفوا الكريمه اختارت ليا، غادي نخرجوها، يعني نحيدوها من على النار، وغادي نضيفو هذاك الياغورت اللي بالنكهه ديال الجبن. انا استعملت هذا الاخضر، يمكن لكم تستعملوا الازرق او لا اي جبنه، بحال مثلا عندكم ماسكاربون، عندكم الجبن الطري، يعني يعني في البيت ديالكم تستعملوه حتى هو. صافي غادي نخلط المكونات حتى كيندمجوا ليا مزيان، وغادي ناخد واحد البلاستيك غذائي، غادي نحطه فوق يعني فوق الوجه ديال هذيك الكريمه باش ما تشكلش ليا واحد الغشاء او لا واحد القشره من الفوق، تخسر ليا الكريمه ملي نجي انا نخلطها. غادي ناخدو الاناء اللي غادي نجمعو فيه المكونات كاملين، غادي نوضع فيه هذيك الكريمه، كريم فريش. انا استعملت واحد النوع اللي شويه يعني كي كنقولوا جامع راسو، المهم كيف ما كتشوفوا عاقد. غادي نخلطو بالطراب الكهربائي. المهم هنا يمكن لكم تستعملوا اي نوعيه ديال الكريمه، ماشي بالضروره النوعيه اللي انا استعملت، غير هي تكون حلوه، ماشي كريمه غير محلات. صافي هنا من بعد ما بردت لي الكريمه الاولى، يعني اللي درناها فوق البوطه، غادي نضيفها على الكريم فريش، وغادي نخلط المكونات جيدا حتى يندمجوا لي مزيان. القوام كيبقى كريمي، يعني هاد التحليه كتبقى كريميه، كتجي رائعه ولذيذه لذيذه، غير صدقوني. وكتجي اهم حاجه، كتذوب في الفم ومشبعة، يعني ملي كتجيو تاكلوها يعني كتشبعكم، ماشي حيت تبارك الله راه كاس كبير ماشي صغيور. المهم هنا غادي نستعمل الطراب الكهربائي باش تسهل عليا العمليه ديال الدمج، يعني نخلط المكونات مزيان 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 حتى كيندمجوا مع بعض. هنا هاد التحليه كتجي الحلاوه ديالها معقولة، ماشي حلوة بزاف وماشي عاوتاني مسوسة بزاف، يعني حلاوة معتدلة، ويعني اي واحد ياكلها. المهم كما كتشوفوا من بعد ما كملت الخلط كتحسوا بان الكريمه ديالكم راه تلقات ما بين يديكم. المهم هنا غادي ناخد الكؤوس اللي غادي ندير فيها هاد التحليه ديالي. غادي نوضع في الاول قطع ديال البسكوي اللي غادي نديرو في الوسط ونديرو لتحت، يعني هنا كما كتشوفوا غادي نقادهم على هذا الشكل. من بعد الباقي ديال البسكوي غادي يعني ندقدقو مزيان، يعني نهرمشو ونخليه على جنب. هنا غادي نبدا نعمر الكويسات ديالي بالتحليه اولا بالكريمه عفوا. غادي نعمرها يعني غير النصف على هذا الشكل. نحاولوا انكم ما توسخوش الجوانب بزاف، وملي ديروا الكريمه حاولوا تخبطوها هكا ما بين يديكم باش يعني يتقاد الوجه ديالها على هذا الشكل. هنا راه الكريمه راه بارده، راه ماشي
ما فيهاش كاع نهائيا، يعني بحرارة المطبخ، ماشي سخونة ولا شي حاجة. ولكن ملي كتدخلوها الثلاجة راه كتجمع راسها، يعني الكريمة كتجمع واحد شوية، هي كتبقى كريمية، ولكن ملي كتهزوها كتكون عاقدة وشادة في راسها. المهم هنا كيف ما كتشوفوا، آه كملت الكؤوس ديالي كاملين، وكنحاول انني نقاد ليهم الوجه ديالهم على هذا الشكل. من بعد غادي نوضع هاد البسكوي اللي قلت لكم هرمشت. يمكن لكم تستعملوا عندكم اللوز، بغيتوا اي حاجه، اي اضافات، كيف كنقول لكم في جميع الفيديوهات. يعني اي اضافات بغيتوا ديروها راه كتضيف على كتضيف واحد النكهه اللي هي زايده، وكتكون يعني كتضيف واحد اللذة لهداك التحليه ديالكم، ولا هداك الوصفة ديالكم. المهم هنا غادي نحاول انني نوزع هاد البسكوي على هاد الشكل، نوزعه فوق السطح ديال الكريمة، وغادي نكمل على هاد الشكل حتى كنكمل الكمية ديال البسكوي اللي عندي، ومنها ندير واحد الطبقة اللي هي مهمة فوق هاد الكريمة. صافي من بعد غادي اخر طبقة هي الطبقة ديال الكريمة، يعني غادي ندير فوق هاد البسكوي كريمة. كنحاول انني دائما كنقاد باش يعني يجي ملي نجي ندير الكريمة يكون هذيك الطبقة باينة ديال البسكوي. صافي غادي نكمل يعني بنفس الكيفية، غادي نسد بالكريمة ديالي، نكمل ما تبقى من الكريمة. يعني راه هاد المكونات جابوا لي 6 الكؤوس، يعني على هاد الشكل ما كتلاحظوا، ما كتشوفوا. المهم كي قلت لكم غادي نستمر على هاد الكيفية حتى نكمل الكمية ديال الكريمة ديالي كاملة على هاد الشكل. وغادي نزينها بالبسكوي. يعني اخر حاجة ديال التزيين هي واحد القطعة ديال البسكوي، ولكن قبل هادشي غادي نشد واحد الملعقة وغادي نقاد الوجه ديال هاد التحلية. راه كتقاد دغيا، يعني ما كتاخدش معاكم واحد الوقت اللي هو كبير. صافي غادي نقاد هاد التحلية ديالي من فوق، باش ملي نجي نوضع القطعة ديال البسكوي آه، يعني تلقى هذاك الوجه مفيني. وغادي نفيني حتى الجناب، يعني غادي ناخد واحد البابي وغادي نمسح هذوك الجوانب باش تكون يعني كل الكويس ديالنا يكون نقي ومفيني مزيان. صافي المهم غادي نوضع ديك القطعه ديال البسكوي، اخر حاجه هي القطعه ديال البسكوي، وغادي ندخلها الثلاجه تبرد مزيان، تقريبا واحد ساعه ولا ساعتين. المهم تبرد مزيان وتشد في راسها. هاد التزيين يبقى اختياري، اللي ما بغاش يدير البسكوي ما يديروش، غير هي يعني تذكير بان هاد القطعه ديال البسكوي راه كاينه في الوسط ديال التحليه. المهم هذه كفكره. صافي وغادي نحطها في الثلاجه ونتلاقاو مع الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالي. صراحه كتجي رائعه وهائله. صدقوني غير جربوها بعينكم مغمضين. زينتها هنا بشويه ديال الفيتين والباقي زينته بالكاكاو، يعني كفكره. وكيف ديما ما تنسونيش بلايكاتكم وتعليقكم الى عجبتكم وصفه اليوم. واللي اول مره كيزور قناتي وعجباتو ما ينساش يدعمني بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلوا الجديد ديالي. شكرا لكم والى فيديو جديد ان شاء الله.